عليا وعلى صحتي. شكرا. ولو كمل حرام بس يبقى اوكي؟ ما انا الحقيقه مش فاهمه يعني القصه ايه. ده لو ما كانش فيه غير انها حرام يبقى برضه ما ينفعش. لكن عشان نقول انه ربنا سبحانه وتعالى ما بيحرمش اي حاجه غير عشان فيها مصلحتنا، ده فيها مش حاجه واحده بس، ده فيها كذا حاجه. تسمعيهم؟ اسمعيهم. اول حاجه، في طبعا تداعيات صحيه جامده جدا. فتحه الشرج مش مهيئه لده. فتحه الشرج وان واي، المفروض ان هو الفضلات تخرج منها ومفيش حاجه تدخل فيها الا الدواعي العلاجيه، وبتبقى حاجات عابره وبتبقى احجامها مدروسه والى اخره. تاني حاجه، فتحه الشرج محاطه بعضلتين، عضله دقيقه جدا يعني اللي قطرها صغير، وعضله فوقيها بشويه قطرها اكبر شويه. العضله اللي قطرها اكبر شويه بتتحكم في عدم نزول البراز في وقت غير مرغوب فيه. العضله الدقيقه الصغيره تتحكم في عدم خروج الغازات، وبتتحكم في عدم خروج البراز السائل في حاله الاسهال او كده. فتحه الشرج الفرشه بتاعتها او الغشاء المبطن ليها مفروض ان هو له رسمه كده معينه، حتى لما كنا بنشوفها في كتب الطب كانت ليها اتجاه معين. لما نيجي نعملها في الاتجاه المخالف ده بيعمل حاجه اسمها سيل ميوتيشن، يعني الخليه نفسها بتحصل لها زي جنان، وده بيبقى سر حدوث القرح في الاول، واللي ممكن قوي ان هي تقلب بكانسر فيما بعد. العضلات دي بقى بتبوظ بعد شويه، يبدا الموضوع في انه ما فيش تحكم لا في الغازات ولا في البراز السائل، وبعد كده لما الامور بتمتد وبتتكرر يبقى ما فيش تحكم في البراز اصلا على المدى الطويل. اضيفي الى ذلك ان في فيروسات بتبقى كامنه عند الرجل، يعني هو عنده مثلا ميكروب او فيروس من نوع معين، سواء بكتيريا سواء اي انواع او فطريات او كده، وبتبقى كامنه عنده. يعني ايه كامنه؟ يعني ما بتظهرش اي اعراض، وحتى بالجماع العادي ما بتظهرش اعراض عند الست. وفي احيان طبعا حاجات بتتنقل، بس في حاجات لا تظهر اعراض خالص لا عند الست ولا عند الراجل. بتظهر امتى؟ لما يحصل فيه جماع من الدبر، لانه طبعا هذه المنطقه غير مهيئه لان هي تقاوم هذا النوع من الميكروب، وبالتالي في حاجات ما بتحصلش الا في الجماع من دبر. برضو عشان نرد على بعض الناس يقول لك طب ما انا ممكن استعمل عازل طبي. اقول لهم اوكي، طب التاثير الميكانيكي بقى ميكانيكيا على العضلات، عازل طبي عازل هندسي ما لهاش دعوه خلاص. فانا بقول طبعا انا الحقيقه اخر جزء في المكالمه استفزني للغايه لما تقول يعني هو بس ناحيه الحرام يعني والحلال يعني، ولا في حاجه صحيه؟ هو عشان يعني حساب ربنا مؤجل واحنا طامعين في رحمته يبقى خلاص نحط ده على جنب؟ لا لا لا، حساب ربنا على فكره مش بس في الاخره، حساب ربنا في الدنيا كمان. فالاستهانه باحكامه بالحرام والحلال يعني وتطويعه لاهوائنا، لا ده مش مسموح بيه ابدا. و يعني رحمه ربنا موجوده ومغفرته موجوده بس للي يستاهلها. نشوف المكالمه اللي بعدها. أنا عمري 21 سنة ومتجوزة بقالي 2 سنين، وجوزي عنده 31 سنة. رغم فرق السن لكن خلال ال2 سنين ده كان في تفاهم كبير قوي ومعاملتنا مع بعض كويسة جدا. لكن يعني من حوالي أسبوع أو أسبوعين حصل مشكلة، إنه كان لي زميل وكان دايما بيحكي عنه كتير قوي كده عندنا، يعني دايما جوزي كان بيحكي عن معاملته لمراته. فحاسه ان انا بفكر فيه، ان انا عايزه اتكلم معاه، ان في تعليق من ناحيتي ليه. فدرجه ان الشيء ده اثر عليا قوي بيني وبين جوزي، لدرجه ان انا منعته انه يقرب مني. حاسه ان انا كده بخونه. هو الحقيقه ده يعني برضو بيفتح موضوع، هو حكايه التباسط ما بين الرجل والمرأة. البنت طبعا عندها 21 سنة فلسه مشاعرها بكر، واضح ان هي عروسة جديدة. جوزها عنده 31 سنة فممكن يكون صاحبه اللي في سنه ده متجوز بقاله كذا سنة. بدأ يحكي لها عنه ان هو ده صاحبي جدا وده كويس جدا وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه. وده على فكرة حتى في اغاني كلمت عن الكلام ده، يعني اظن هشام عباس كان له اغنية بتقول نفس الكلام، وراغب علامة لانك حبيبة صديقي، وفي اغنية فرنساوي مشهورة بتاعت انريكو ماسياس لا فام دو مون امي، يعني كنا واحنا صغيرين كده عارفينها،
واغنيه جميله الحقيقه. بس هو كانت كانت في كل الاحوال دي كان فيها قصه حب صريحه ما بين صديقه زوجة الصديق والصديق. فانا بقول لك يعني احنا مفيش داعي خالص ان احنا تاخدي نفسك للسكه دي. بالعكس انت غلطتك هنا انك انت ثبتي الفكره عند نفسك. مفيش حد فينا في البني ادمين كلهم ينكر انه احيانا بتيجي في باله فكره شيطانيه كده او فكره شريره، لكن في حد ايه الفرق بين اللي بيقاومها واللي بيعمل الغلط؟ اللي بيقاومها بيوقفها ويبتدي يستبدلها بافكار اخرى تغذي الكفه الثانيه بتاعت الميزان، وتغذي ان هو يقاومها وان هو يعمل حاجه ضدها تماما، فبالتالي بتبقى الامور في صالح الكويس. لكن اللي بتعجبه بتيجي على هواه خلاص، ويبتدي يعني يغذيها ويبتدي يفكر بقى في هذا الشخص والى اخره، يبقى ده ادى قرص منوم كده للضمير وللنفس اللوامه، ويبتدي بقى ايه يمشي ويتبع خطوات الشيطان اللي احنا دايما بنقول عليها. فيجي بقى بعد ما يكون مشي له 50 60 كيلو ما يبقاش عارف يرجع ازاي، ويوصل لدرجه ان هي بقت ترفض ان هي زوجها يقرب منها عشان خاطر انه هذا صديق في بالها ومالي عليها كيانها وتفكيرها. انا بقول لك انت عملتي تماما عكس اللي كان المفروض يتعمل. انت كان المفروض في ساعتها انك انت تقربي من زوجك اكتر، تدوبي في كيانه اكتر، تطلبي منه علاقه جنسيه اكتر، وتبداي تقولي له يعني خلاص بقى مش هنقعد نتكلم على صاحبه طول النهار، طب بص بقى، وتبداي انت تاخديه في اماكن تانية وتاخديه في مساحات اخرى في حياتكم، وتبتدي تتكلمي معاه وتبتدي تعملي برين ستورمنج كده لنفسك، وتقفلي على الحاجات الوحشه وتصغريها، وتكبري الحاجات الكويسه اللي في جوزك وتركزي فيها، تكتري في انك تدلعيه، وكتري في انك انت تهتمي بيه وبالاهتمام بنفسك قدامه، وحاجات كتير قوي قوي انت عملتي عكسها تماما. انا عايزه اقول هنا حاجه مهمه جدا. احنا بنسمع يا جماعه عن الممثلين اللي بيندمجوا، يقول لك ده كتير جدا نجوم كبار بيطلعوا يقول لك اصل انا كان المشهد ده قرب قوي من قلبي، مع اني كنت حافظه وانا عارف مكتوب على ورق، لكن وانا بقول وعشت فيه لدرجه ان انا اغمى عليا، لدرجه ان انا قعدت اعيط وما عرفوش يسكتوني، لدرجه ان انا قعدت 3 ايام مكتئب. مش ده بيحصل؟ طيب اذا احنا جوارحنا ملكنا. يعني ايه؟ يعني احنا ممكن نؤمر جوارحنا حتى لو هي ملهاش نفس تقرب من جوزها او لان يعني مخها مشغول، تؤمر جوارحها ان هي تقرب من جوزها، وبالعكس تركز في لقاءاتها الزوجيه معاه، وتخليها نوعيتها عاليه جدا، واللي ما كانتش بتعمله تبقى تعمله، واللي ما كانتش ترضى بيه طالما طبعا جوه نطاق الحلال الى اخره. هتلاقي نفسها اندمجت، حتى لو بدات الموضوع من وراء قلبها زي ما بيقولوا او هي ملهاش نفس، ولكن هتلاقي نفسها اندمجت. وطبعا تسبق النيه ان ده اتقاء لوجه الله سبحانه وتعالى، وطالما ان زوجها انسان صالح وفاضل يبقى حرام ان هي تعمل في نفسها كده وتعمل فيه كده، لان ده قطعا هيؤدي للشقاق. نسمع المكالمه اللي بعد كده. في سن 25 سنة. سؤال: هل في علاج للشذوذ الجنسي؟ والله العظيم فيه والله العظيم فيه. يعني الشذوذ الجنسي اصلا، خلينا برضو نتكلم في definition كده. الشذوذ الجنسي يا جماعه مش زي ما الامريكان بيقولوا ولا زي الاجانب بيقولوا، هو لا خلقه ولا جينات ولا تركيبه ولا غصب عنه ولا هرمونات ولا اي حاجه. الشذوذ الجنسي قد يكون بدايته كان غصب عن الواحد انه بيبقى طفل او مراهق صغير السن او الى اخره، فربما البدايه بتكون غصب عنه، ولكن الواقع ما بيستندش كده خالص، لان هو ما فيش، ربنا سبحانه وتعالى مش ممكن يعاقب ناس بما خلقه هو فيهم، مستحيل. احنا نحمد ربنا جدا جدا جدا، الف حمد وشكر ليك يا رب العالمين ان احنا عندنا الكتالوج القرآني الجميل اللي هو بيدينا خلاص نواميس الكون. القرآن بيقول انه اهل قوم لوط ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم عقاب شديد بما فعلوه، فلا يمكن يكون خالقهم كده ويعاقبهم. طب ايه هي حكايه الشذوذ الجنسي دي معصيه، زي بالظبط اللي هو وهو صغير حد شربه خمره وما كانش يعرف فشبط فيها، اصحابه اتلموا عليه وجابوا له وخلوه يشم هيروين فشبط فيه، في واحد جاره ربنا يسامحه بقى ويغفر له علمه السجاير فشبط فيها. يبقى اذا ما نجيش نقول ايه، لا انا اتخلقت بحب السجاير، انا اتخلقت بشرب خمره، لا مفيش حد كده. هي كل الحكايه ان هي رغبه ما
اتزرعت من سن صغيره واتثبتت، يعني انت قعدت تمارسها وتفكر فيها لغايه لما اتثبتت فبقت جزء من كيانك المكتسب، الكيان المكتسب، السلوكيات المكتسبه. وبالتالي الكونتينر او الشيء اللي هو بيحوي الرغبه الجنسيه ده لا فيه حاجه غلط، ده لا فيه حاجه مش مظبوطه. فالحاجه اللي مش مظبوطه دي ايه حلها؟ ان احنا نحل مكان، نعمل حاجه اسمها احلال بالرغبه تجاه الجنس الاخر او الرغبه السويه الصحيحه. له علاج، بس ما تحاولش تلجأ للعلاج الا في حالتين: لو انت جاد جدا 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 في العلاج وجاد جدا في انك انت تتوب وتستغفر وترجع عن هذا الطريق، والحاجه الثانيه انك انت لازم تبقى مستعد انك تحتمل بعض الصعاب في مشوار العلاج، لانه طبعا ما افسده الدهر في سنوات وسنوات لا يمكن ان هو يتصلح كده، مش ممكن، لابد ان هو ياخد وقته وياخد مجهوده وتبقى تطيع الطبيب تماما تماما في كل ما يقول، لان هو في الاخر بيعمل لمصلحتك. الحقيقه انا شخصيا من الحالات اللي عدت عليا في اللي عندهم شذوذ جنسي، في ناس خلصوا علاجهم في اكتر من سنه، وفي خلصوا علاجهم في 4-5 اشهر، وفي خلصوا علاجهم في شهرين. كل ده حسب جديه اخذ المواضيع ازاي بتبقى وازاي بتحصل، وان الواحد قد ايه يقدر على نفسه ويبقى مقتنع تماما ان هو فعلا على الطريق الصح، وانه ربنا معاه لان هو بيخرج خارج برزخ كده حطوا فيه الشيطان. نطلع فاصل ونرجع لكم وان شاء الله نكمل رسائلكم بعد الفاصل. رجعنا لكم وهناخد بس كده رسالتين مكتوبين، ايميلين كده انا عايزه ارد عليهم الحقيقه قبل ما ناخد المكالمه الاخيره المسموعه. الحقيقه انه الرسائل طبعا ما زالت على عرش رسائل الايميلات عن العاده السريه. العاده السريه في ناس يقول لك انا انقطعت عنها تماما تماما، وفي ناس بيقول لك لا انا بعملها يعني بزياده شديده جدا، وفي حد يقول لك انا خايف ان هي تعمل لي مثلا التهاب، فايه المعدل الصحيح؟ هو الحقيقه العاده السريه من الحاجات اللي هي احتار معاها العلم واحتار معاها الفقه، لكن يعني انا كطبيبه مسؤوله عن اللي انا بقوله، العاده السريه ممكن ان هو الشاب يقوم بيها اذا كانت عنده غلبه عاليه جدا 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 للشهوه، فربما توقعه في فتنه، فساعتها صحي له ولا ان هو يقاوم نفسه، وبالتالي ممكن تصيبه باحتقان ودوالي وتسريب وريدي ومشاكل في الاداء الجنسي فيما بعد، ولا كمان ان هو يعملها من باب التسليه يبقى فيها شراهه شديده، وبالتالي ممكن تصيبه برضه بالعكس، او تصيبه بقى كمان بترهل الاعضاء او ترهل الانسجه الانتصابيه اللي هي مسؤوله عن صلابه العضو. في كمان ايميلات، برضه بفضل اخد الايميلات اللي هي القصيره بيبقى فيها حاجات بتهم ناس كتير. برضو اللي هي على بقى تحت العرش الوزير، على كرسي الوزير بقى بالنسبه للايميلات. في ارجوك يا دكتوره ساعديني، انا عندي 20 سنه متجوزه من 3 شهور، مشكلتي ان يوم زواجي بعد المعاشره لم ينزل دم وكان الوجع بسيط جدا، لكن زوجي رفض ان اذهب للكشف، انه يقول انه يثق بي ولكنه بدا يطلب ان يرى غشاء البكاره، وبيطلب ان هو يعني ان هي تبرر له ليه ما حصلش كده بالرغم اللي بيسمعه من الناس. اقول المره مش عارفه شكلي هكتبها على هدومي بعد كده الحكايه دي، انه غشاء البكاره في اكتر من 70-80% من الحالات ما بينزلش دم، علشان في المنطقه بتاعه الميدل ايست الريس بتاعتنا او الفصيله بتاعه البني ادمين الموجوده في المنطقه بتاعتنا اللي هي منطقه البحر المتوسط والشرق الاوسط، الغشاء في معظم الاحوال الغالبيه العظمى من البنات غشاء حلقي مطاطي، يعني يسمح بالجماع دون انزال، ما فيش اي دم بينزل ودون ان يفض كمان. الحاجه الثانيه انه الالم ده شيء اصلا بيجي من خوف البنت، يعني هي لو خايفه وماسكه نفسها او قافشه نفسها بزياده فطبعا الجماع بيبقى مؤلم، لكن لو هي مطمنه لزوجها وبتحبه وكده
غالبا ما بيبقاش فيه الم غير حاجه بسيطه جدا لمجرد بس استخدام او الاحتكاك بجلد لم يتم الاحتكاك به فيما قبل. فانت انسانه طبيعيه جدا، وبين هو عايز ياخدك اصغر من كده، يعني انت عندك 20 سنه، يعني ما لحقتيش حتى انك انت يعني انك تعملي اي حاجه. لكن انا عايزه اقول لك لو هتاخديها انت ببساطه، اطلبي منه تروحوا لدكتوره امراض نساء وتشوفي الغشاء بتاعك شكله ايه، وخليها توريه له، مفيش مشكله. طيب في مشكله جايه بالانجليزي. دكتور هو طبيب استاذ في الكليه في كليه الطب، ومتزوج، دكتور شاب يعني، متزوج من 2 سنين، وبيعاني من القذف السريع. وبعدين بس هو قال حاجه تانية، بيقول بيحصل بعد تقريبا 2 ل 3 دقائق من الاحتكاك. هنا لازم نتكلم عن حاجتين، المده بتاعه الاحتكاك حاجه، والقذف السريع حاجه تانية. بمعنى انه دلوقتي الديفينيشن او التعريف المقبول للقذف السريع ان هو يكون بيحدث قبل ان يصل الرجل الى كامل متعته او قبل ان تصل المراه الى كامل متعتها. بمعنى انه حتى لو هو مش 2 3 لو 10 ثواني وهم الاثنين مبسوطين ما يبقاش فيه قذف سريع. ودقيقتين 3 مش قليل على فكره، ده كويس جدا، وده مده معقوله جدا جدا طالما سبقها فتره مداعبه كافيه. ودي بقى اللي انا عايزه اقف عندها، لانه لو المداعبه كافيه وسمحت ان المراه تصل الى النشوه مره واثنين وثلاثه، وهو كان كل ده في مرحله تانية الدوره الجنسيه اللي هو قبل الانزال عنده، ده بيصيبه هو بمتعه شديده جدا جدا حتى لو لسه هو لم يقم بالجماع. الحاجة التانية بتخلي المرأة مهيئة أكثر لحدوث النشوة الداخلية اللي هي تحدث بالجماع. فهو غالبا هو الحقيقة مش كاتب حاجة، لكن غالبا هو قصده إنه زوجته ما بتصلش للمتعة. فأنا بقول له زوجتك لو كانت جاهزة خارجيا ووصلت للمتعة الخارجية هتكون تصل للمتعة الداخلية بشكل أسرع بكتير جدا. ومع المدة اللي أنت بتقول عليها ديت ما يبقاش فيه أي شكوى من سرعة القذف. في شاب بيقول ان هو بيحس انه بعد ما يمارس عاده سريه بيحصل حرقان في مجرى البول، واحيانا بيحصل ثقل في منطقه الخصيتين وسخونه وبيحس بنبض. هو طبعا ده واضح ان هو عنده التهاب في مجرى البول، فانا انصحه بالتوجه لطبيب متخصص في امراض المسالك البوليه يعملوا الفحوصات والمزرعه ويشوف المفروض ان هو يعمل ايه. في ايميل بقى لطيف جدا بس يعني هناخده ان شاء الله بعد ما نسمع الرساله الاخيره. أنا عمري 50 سنة والمشكلة تتعلق ببنتي. بنتي عمرها 26 سنة، كانت مقري فتحتها يعني حصلش نصيب وممكن ما كملتش. فدلوقتي مشكلتي مع بنتي إنها هي بنت على 3 صبيان، هي البنت الكبيرة. أنا متفتحة للدنيا، لكن هي عندها نوع من يعني ما عندهاش فكرة عن أي حاجة في الدنيا بالنسبة لمواضيع الجواز والعلاقة اللي بين البنت وخطيبها. بتتعامل مع خطيبها يعني زي ما يكون واحد صاحبها، واحد أخوها، واحد زميلها في الكلية. هو الحقيقة المدام ما أفصحتش إذا كان هل هو ده كان سبب فسخ الخطوبة ولا لا، لأنه أنا شايفة إنه دي ميزة مش عيب. يعني لو هي فعلا مثلا واخدة عليه هم أصدقاء أصلا، فالأمور هم لسه مخطوبين، مش المفروض إن هي تتعامل معاه بشكل أعمق من كده دلوقتي. بس أحيانا بيكون هو ده الطريق اللي هم بيقربوا فيه من بعض نفسيا، وبالتالي ده بيبقى ناجح جدا في حتى على المدى الطويل في علاقتهم ببعض. لكن اذا كان قصد حضرتك ان هي مثلا بتقابله مش متوضبه او مثلا مش لابسه كويس وهي معتبره ان هو لازم يبقى متقبلها كده او كده، انا عايزه اقول لك ان هو في فعلا رجاله يحبوا كده، ما عندوش مشكله في الكلام ده. اذا كانت هي رافضه المبدا من حيث المبدا، يبقى اقول لحضرتك برضو كأم كنت فين لغايه من بعدها 26 سنه؟ يعني جايه دلوقتي تشتكي بعد ما شخصيتها اكتملت وتخرجت واشتغلت وبقى عندها كيان مستقل. الحقيقه انا يعني افضلي طبعا حاولي معاها، لان انا برضو مش عارفه ايه المشكله بالظبط، بس افضلي حاولي معاها وجربي وكل حاجه. لكن انا ما اقدرش اوعدك ان هي هتتغير 180 درجه اللي انت عايزاهم بعد ما استنيتي لغايه لما بقت جرون اب وومن، يعني بقت ست مكتمله الانوثه ومكتمله النضج، عشان تبتدي بقى تتغير من واحده بتعامل كل الرجاله زي اخواتها وواحده بتتعامل برومانسيه مع حد معين، لان دي ما اتشكلتش جواها اصلا. ناخد بقى الايميل اللي بقول لحضراتكم عليه. الايميل الحقيقه بيتكلم عن شاب بيشتغل في احد دول الخليج، وهو ملتزم دينيا وبالتالي هو ملتحي.
وهو ملتحي اتقدم لبنت برضو ملتزمه دينيا وكده اهوت، ووافقت عليه بناء على ان هو ده المثل النموذج بتاع الشاب الملتزم اللي هي عايزه ترتبط بيه. لما بداوا يتكلموا على الانترنت، لان هو بيشتغل بره مصر، بيتكلموا على الانترنت وكده، فطبعا هم بتحكمهم الفريم بتاع الحرام والحلال. فلما حكت له كده ان هي يعني نفسها ان هو يحلق دقنه، وما يجيش لما يجي بقى الاجازه الجايه ما يبقاش مربي دقنه يعني. فقال لها طب ما انا اتقدمت لك وابدأني وانت ما قلتيش عليها حاجه وقبلتيني وانا عاجبني كده وبتاع. فقالت له، فبرضه عشان يبقى تلميح وليس تصريح، قالت له اصل انا بابايا لما بيكون حتى دقنه طالعه منبته كده وما بيكونش حلق بقاله يومين ثلاثه، لما باجي ببوسه بتشوك. فهو فهم بقى، فهم ان هي قصدها انك انت لما تيجي تبوسني هتشوك يعني. فهو بيقول يعني هل فعلا اللحية تسبب بعض الضيق للمرأة أثناء العلاقة أم لا؟ وما بال زوجات الملتحين يعني؟ طب بيعملوا إيه يعني؟ بقول له والله دي تقبل شخصي. يعني في ست، أنا في واحدة أعرفها كويس جدا، كانت هي ملتزمة دينيا جدا، هي كانت بتشترط اشتراطا كليا وجزئيا ان اللي تقدم لها يبقى ملتحي، ولحية الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي بنفس الشكل ومرسومة وكده اهوت يعني، وحتى بالطول اللي هو بتاع قبضة الإيد، يعني القصص دي كلها. لكن هي تقبلها مش كده، فطبعا انت تفهم انت وهي على الكلام ده انا ما بدخلش فيه. الحاجه الثانيه انه بيقول طب وهل اثناء العلاقه الحميمه ده هيعمل مشكله؟ هو طبعا لو كانت بتشوك اكيد يعني اي الم يحدث لاي من طرفين اثناء العلاقه الحميمه ده بيشد الكوبس، يعني بيقطع التلقائيه والاستمراريه بتاعه انسيابيه المشاعر يعني. وبيقول حاجه تانية كمان، طب لو انا ما عملتلهاش كده ابقى انا ظلمتها؟ يعني لو انا ما حلقتش دقني يبقى انا ظلمتها؟ هو الحقيقه انا حاسه بشويه يعني سذاجه شويه، هو واضح ان هو يعني لسه متخرج او تربيته مقفوله شويه، يعني شويه سذاجه في الطرح يعني. يا بابا انا مش انا اللي احكم، ده كلام بينك وبينها، يعني هي اللي تقول لك هي اتظلمت ولا لا، تقول لك هي هتتبسط ولا لا، هي اللي تقول لك. مش كل الناس يعرفوا كل حاجه عن كل الناس، خلاص. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيقول ان انا هيبقى بشتغل بره وهيبقى اجازتي سنويه 50 يوم بس، فهل ده يكفي لاستمراريه علاقه زوجيه وانا لسه هبقى عريس وكده؟ لا ما يكفيش. ما انا مش هجاملك ولا اقول لك شغلك وحافظ عليه وبتاع، انا بكلم وجهه نظر علميه بحته، شهاده ربنا يحاسبني عليها. لا طبعا ما يكفيش، انت شاب صغير. هو قال سنه؟ لا ما قالش سنه، بس يعني هو واضح ان هو لسه فريش يعني. وهيبقى عريس جديد وهي كمان اكيد عروسه صغيره، فهتبقوا بيقول ان هو سمع هنا هو في البرنامج لما قلنا انه عشان العريس والعروسه بيطبعوا على بعض في طباعهم وميولهم الجنسيه كده بيحتاج وقت طويل جدا، وبالتالي هو بيقول انه طب ما هو ده مش هيبقى متاح الوقت ده، طب نعمل ايه؟ فالحقيقه انا طبعا ما اقدرش اقول تعمل ايه، انا ما عنديش خلفيه عن شغلك ونوعيته ومدته وكده اهوت، لكن انا بقول لك حاول بقدر الامكان انك انت تبقى مثلا تاخد سكن لمتزوجين، حاول بقدر الامكان ان هي تجيبها معاك بقدر يعني باكبر قدر ممكن في الاجازه بتاعتك، انك انت لو في اي فرصه تنزل، لكن الغياب لمده 10 شهور ونص والعوده لمده شهر ونص بس، ومتواصل ده ومتواصل ده هتبقى حاجه صعبه جدا جدا وما يكفيش خالص، وانا اخشى عليك من الوقوع للفتنه. الحاجه الثالثه اللي بيقول عليها يعني بيقول انا عشان عندي وقت في الدوله اللي انا فيها فبستعمل الكمبيوتر بتاعي كتير، فنزلت مع الانترنت معلومات كتير جدا عن الزواج وعن العلاقات الخاصه والى اخره. فبيقول انا بفكر لما انزل بعد ما نتجوز مش هيبقى فيه علاقه جنسيه من اول يوم، ولكن ابدا ان انا بما معناه ان احنا نذاكر مع بعض المعلومات اللي موجوده على النت وافهمها عشان تبقى هي على نور يعني. حكايه المعلومات الموجوده على النت على اطلاقها دي انا الحقيقه بحذر كل المشاهدين منها. يا جماعه النت لا بتعدي على رقابه، ولا بتعدي على مصنفات فنيه، ولا بتعدي على مصنفات علميه، ولا بتعدي على مراجعه طبيه، ولا اي حد عايز يكتب اي حجه على النت هيكتبها. احنا لو بكره عايزين نكتب ان صلاه العصر بقت 3 ركعات هنكتب ومحدش هيقول لنا تشيلوها. فالكلام ده ما ينفعش خالص. فارجوك تحرى كاتب المقال. انا دايما بقول كده، للاسف الموضوعات اللي بتتكلم عن الحاجات دي على النت معظمها لناس غير مؤهلين، فبالتالي ارجوكم نتحرى كاتب المقال.
اخر حاجه هقولها في كلمه واحده من ضمن المكالمات بس ما قدرناش ناخدها، هي كلمه ونص. واحد بعد بيقول ان هو عنده 30 سنه، هو من طنطا، ومشكلته انه مقبل على الزواج وعاوز يعترف لخطيبته ان هو بيعالج نفسيا من مرض مزمن. هو اعتقد ان هو قصده الاكتئاب، لكن هو ما قالش من انهي مرض. فانا رايي انك انت ترجع للطبيب بتاعك وتقول له هل المرض ده هينعكس على تصرفاتي معاها، هينعكس على مثلا هبقى عصبي اكتر من اللازم، هبقى بارد اكتر من اللازم، رغبتي الجنسيه هيبقى اخبارها ايه، قدرتي الجنسيه هيبقى اخبارها ايه، طب الدواء اللي باخده بيعمل تاثير عكسي او سلبي او ايجابي او لا. وبالتالي انا قصدي انك انت تعترف لها وما تعترفهاش، دي بتاعت الطبيب بتاعك، وبتاعت نوعيه مرضك، وبتاعت نوعيه علاجك، وبتاعت تاثير كل ده على حياتك معاها. احنا سعدنا بيكم جدا النهارده، وان شاء الله هنلتقي الاسبوع الجاي زي دلوقتي. اوعوا ما تجوش، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله، وتصبحوا على خير.